في تونس تتوالى التسريبات الأمنية الخطيرة كاشفة النقاب عن مافيا محلية خططت لعمليات اغتيال وخطف وابتزاز تستهدف وجوها سياسية وعالمية ورجال أعمال متنفذين. تسجيل سري بكاميرا خفية يفضح صفقة سلاح تورط فيها أحد أباطرة الاقتصاد في تونس، كان بصدد توزيع مهمات غير قانونية لعمليات تصفيات جسدية. تخريب واضحة للبلاد من خلال استهداف الرأسماليين. من بارونات للاقتصاد في تونس إلى مافيا على الشاكلة الإيطالية، اجتماعات سرية، صفقة أسلحة متطورة، تخطيط لعمليات تصفية جسدية، اختطاف وسرقة. هذا ما كشفه فيديو مسرب جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف تورط رجل أعمال تونسي في تكوين خلايا عنف مسلح. تسجيل بكاميرا خفية يكشف الأعداد لتصفية سياسيين وأعلاميين ومحامين، إضافة إلى رجال أعمال متنفذين. صفقة أسلحة مكونة أساسا من مسدسات كاتمة للصوت وأسلحة أوتوماتيكية من نوع ماك 25 أمريكية الصنع كانت ستستخدم في عمليات التصفية. صراع بارونات الاقتصاد هدف أساسا إلى تصفية رجل الأعمال التونسي شفيق جراية، أحد أبرز رجال الأعمال المثيرين للجدل سياسيا في تونس. عملية التصفية كانت تستهدف أيضا وجوها سياسية معروفة، لعل أبرزها ابنة زعيم حركة النهضة الإسلامية سمية الغنوشي والنائب بالمجلس التأسيسي التونسي سمير بالطيب، إضافة إلى الصحفيين ربما من أبرزهم أحد مقدمي البرامج السياسية المعروفة الأعلامي معز بن غربية. وقت اللي يستغلوا الفرصة يبدأ خارج وحده. سمح يعني ليش يجربوا أحيانا يلزم أنت تضم هاي شرط وياك عدد التاني. شوف صفتنا الحاجات الروم نجم في أي روتين أي فرصة في أي وقت نجم نعملها. القضية كشفت تسجيل أكثر من 13 ساعة من التصوير السري كانت كافية لإصدار مذكرة إيقاف في حق فتح دمق واعتقاله. رجل أعمال تونسي متهم في العديد من قضايا الفساد والرشوة، كان قد رفع في وقت سابق دعوى ضد أكثر من 40 مسؤولا تونسيا، من بينهم متنفذون من عائلة ليلى طرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع، إضافة إلى تورطه في قضايا تهريب أموال أجنبية إلى المغرب، كما تثبته أحد المحاضر الأمنية المغربية المسربة. تفكيك خلايا المافيا يأتي بالتزامن مع تحذير الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها في تونس من مخاطر قادمة تحدق بالبلاد في ظل ذهول شعبي كبير.